أختي، الجيش اللبناني لم يبقى في لبنان عنصر موحد إلا الجيش، وهذا الجيش يحمل البندقية. هذه البندقية الوطن بيد الجيش. ينبغي أن نحافظ على هذا الجيش حتى نحافظ على البندقية الأصيلة لا البديلة. ولكن هنالك ربما بندقية أخرى تريد أن تنازع بندقية الجيش والوطن، وهي التي يهمها أن لا يؤدي الجيش دوره حتى تقوم بهذا الدور. وأنا معلش يا أختي، أنا أناشد الأمة العربية وأعرف ما أقول. إن عرسال هي غزة، غزة في فلسطين وعرسال في لبنان، وإن حدود الجغرافية كلكم تقرؤون وتعرفون تفريغ سوريا، جنوب سوريا وهو شمال لبنان، من سكانها. لذلك هنالك مخطط الذي لا يقرأه يكون أميا جدا. نحن ينبغي أن نحافظ على بقاء لبنان وعلى بقاء سوريا، والذي يخطط لحدود لبنان وسوريا هو الشعب اللبناني والشعب السوري، لا إيران ولا هم من هم مع إيران. هنالك مطامع في الوطن العربي، كل الوطن العربي. نحن كما أن إسرائيل تريد أن تبتلع فلسطين وتغيب غزة، هنالك أيضا أطماع في بلدنا. نحن سلاحنا الجيش، حصننا الجيش، ملاذنا الجيش اللبناني. طيب، وأتمنى سماحة الشيخ، وهذا كلام طيب. أختي تفضلي، أنا بدي لي شيء. أتمنى واسمعونا جيدا أن يبقى في لبنان سلاح واحد والسلاح الجيش اللبناني. وأعود وأسارع إلى القول، صحيح تحرر الجنوب، هل ليعود إلى لبنان أو ليكون مقاطعة معينة؟ أرجو أن يفهم العالم علينا ماذا نرى في لبنان. هل نريد أن نجعل لبنان مقاطعة والشمال مقاطعة؟ هذا أمر مرفوض. والذي يؤكد وحدة لبنان هو وحدة الجيش وأداء الجيش الوطني وتفويت المطامع. ولا هن قالوا أن حدودهم وصلت إلى البحر المتوسط. بحر الأبيض المتوسط حدود أمتي العربية، طيب. ووطني العربي وليس أي وطن آخر. سماحة المفتي، ونحن نتحدث هذا عاجل يأتينا من عندكم من لبنان، وظاهر أنه من بلدة عرسال بالتحديد، عن رويترز. إذن رويترز تنقل هي بدورها عن مصدر أمني يؤكد بأن الجيش اللبناني يوافق على هدنة لمدة 24 ساعة في عرسال. الهدنة انطلق